السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. ورجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، وهي وصفة نهر هادي جدا على الطريقة الباكستانية. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. قطعت حبتين متوسطة الحجم من البصل، وأضفت عليهم نصف كوب من الزيت، وست حبات من الهيل الأخضر، وثلاث حبات من الزر أو المسمار أو القرنفل، حسب ما أنتم تسموه في بلادكم. في بلادنا نقول عنه الزر. بس نقلب البصل حتى أنه يذوب معانا بهذه الطريقة، حتى أنه يوصل إلى أخذ يعني من حوالي 7 دقائق إلى 10 دقائق. هذه هي النتيجة المطلوبة للبصل، ما يوصلش لدرجة التحمير أو حتى إنه ياخذ اللون الذهبي أو البني، لا، بس ندوب البصل ونتركه على جنب، وبعدين نضربه بالخلاط أو العصارة. في وعاء ثاني أخذنا حوالي ملعقتين ونص من الزيت، ملعقتين كبار، وسخناهم. بعدين أضفنا الدجاج. طبعا الكمية على حسب نوعية يعني عفوا على حسب أفراد العائلة. بس نحركهم بهذه الطريقة من 7 إلى 10 دقائق حتى إنه يتغير لونهم. بعدين نضيف البصل اللي ذوبناه في بداية الفيديو، وضربناه في العصارة. بعد ما برد وأخذ 5 دقائق، ونخلط مع الدجاج أيضا، ونخلي يعني يتطبخ من 5 دقائق ل7 دقائق. نخلي البصل يتطبخ مع الدجاج بهذه الطريقة. بعدين نضيف له كوب ونصف من الزبادي. يكون الزبادي غير حامض، ما يكونش فيه الحموضة، ولا يكون فيه نسبة السكر. يكون الزبادي يعني عادي، ونخلطهم مع بعض بهذه الطريقة. أنا في هذا الوقت كنت مجهزة من قبل الكاجو. حمصت حوالي حبتين من الكاجو، عفوا 12 حبة من الكاجو، وعصرتهم معها نصف كوب من الحليب. بعد ما نعصرهم نضيفهم أيضا مع الزبادي والدجاج والبصل، نخلطهم تمام. وكل هذا يكون على نار متوسطة، ما تكونش النار تحت الوعاء مرتفعة، تكون أقل من المتوسط. بعدين نضيف البهارات. البهارات هي عبارة عن الملح والكمون، ملعقة ونصف من الملح، وملعقة من الكمون، نصف ملعقة من الفلفل والكزبرة، ملعقتين، وملعقة من الفلفل الأحمر، ونصف ملعقة من الكركم. بس نقلبهم بهذه الطريقة، نخلطهم مع بعض. هنا ما نضيف ولا أي قطرة من الماء. نترك الدجاج يتطبخ مع الزبادي ومع الكاجو والحليب. في الأخير هذه يعني إضافة يقولوا عنها قرم مسالة. في حال ما تحبوا تضيفوا القرم مسالة أو أنه مش موجود معكم، تقدروا تستغنوا عنه. بس بعدين نغطي الوعاء ونتفقد، ويعني نتركه لمدة 20 دقيقة حتى إنه يتطبخ معنا الدجاج، بس مع المراقبة التامة. نكون نتفقد الدجاج، نتركه يتطبخ 5 دقائق إلى 7 دقائق. بعد كل 7 دقائق نجي نحرك الدجاج حتى إنه ما يحرق معانا الشوربة حق الدجاج، لأن طبعا فيها يكون الزبادي والكاجو والمصالة والبصل، يكون نوعية الشوربة ثقيلة. فإحنا لازم نتفاقدها بين 5 إلى 7 دقائق حتى إنها ما تحرق معانا الطبخ. طبعا تركتها أنا لمدة 20 دقيقة حتى أنه نضج معانا الدجاج. أكرر، النار لازم تكون أقل من المتوسط، ما تكونش مرتفعة تحت الوعاء، حتى ما تحرق معانا الطبخة. إذا حرقت يعني كل الطعم كله يتغير. بس هنا بعد 20 دقيقة من طبخ الدجاج نيجي نفتح الوعاء ونحركها. شوفوا هذه النتيجة. كيف نعرف إن يكون الزيت يكون فوق الزبادي أو الشوربة، يكون الزيت باين من فوق الشوربة. في الأخير هنا أخذت أنا القشطة حق الحليب اللي تجي فوق، حوالي ملعقة ونص، ونضيفهم
مع الهدف الأخير أن مع التركاري أو الطبخة في حال مش موجود معكم أو ما تحبوا القشطة حق الحليب الفريش، تقدروا تستخدموا كريمة الطبخ أو الكريمة العادية، القشطة اللي يقولوا عليها قشطة. في الأخير نضيف الأوريجانو. صراحة الأوريجانو أعطى فرق كبير في الطعم للطبخة. إذا ما تحبوا الأوريجانو تحبوا تضيفوا مثلا كزبرة مفرومة بداله، تقدروا تضيفوا أو مثلا فلفل ناشف المطحون المجروش تضيفوا عليها. بس هذه هي النتيجة، تأكلوا مع الباستا أو مع الأرز أو مع الخبز. بس أتمنى أن أنتم تستفيدوا من الفيديو وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تعطوا لايك للفيديو دعما للقناة، واللي مش مشترك يا ريت تشترك في القناة ويفعل زر الجرس حتى يصلوا كل جديد، وانتظرونا في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.